بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في قناتي في فيديو جديد. ان شاء الله غادي نصاوب معكم اليوم ان شاء الله مع السلامه مع عسلتنا الرمضانيه الجهه الشرقيه. المقروط بالتمر كيجي هشيش ومرمل، كيجي رائع. خليكم مع طريقه التحضير ديالو ان شاء الله. عندنا كيلو تاع السميده تاع الحرشه تاع المقروط، الحرشه الغليظه، ومن نوزنهم كيعطوني ثلاث زليفات، يعني 3 تاع زليفات تاع الحريره. المهم الحرشه عندي هنايا الغليظه، غادي نزيد عليها 3 تاع المعلقات عامرين تاع الفرينه، معلقه تاع سنيده، معلقه صغيره تاع القرفه، ومعلقه تاع الملحه. معلقه صغيره تاع الملحه دوك المعلقات الصغيرين تاع القهوه، ماشي دوك المصين. غادي نخلطو كلشي نواشف بحال هكا. وهذيك الزلافه باش عبرت السميده غادي نعمرها بالزبده دايبه، واللي بقى غادي نكملو بالزيت. وغادي نبسو السميده ديالنا مزيان بحال هكا. حاولوا تدكوها هكا بالكفوف ديالكم مزيان تتبس مليح، لانني بستها مزيان يعني بلا كنت ضافيه الكاميرا حتى كملت مزيان. عاد نكمل معكم الطريقه. كتاخد شويه الوقت هكا في التبساس باش تبسوها مزيان باش ينجح معكم المقروط ديالكم ان شاء الله. صافي انايا المقروط دائما كنبغي نبيتو، غادي نغطيه ببلاستيك غذائي نخليه ليله كامله. غادي ننتقل هنايا باش نصاوب التمر. العجون تاع التمر عندي هنايا بوزن كيلو تاع الحرشه، غادي نحتاجو معاه 500 غرام تاع التمر، 2 معالق تاع الجنجلان، عندي معلقه كبيره تاع الزبده، ومعلقه صغيره تاع القرفه. وعندي واحد الزلافه معمراها بالماء مخلط بماء الزهر باش غادي نعجن الحرشه. غادي ندخلو داك الجنجل مزيان والقرفه والزبده في العجينه تاع التمر، ونزيد عليها واحد المعلقه تاع الماء زهر. تعجنوا مزيان كيدخل لكم داك الماء زهر في العجينه تاع التمر. صافي غادي ندير واحد شويه تاع الماء زهر هكا فواحد الطبيصيل، ونبقى ندهن به يديا هكا باش نصاوب التمر اللي غادي نعمر بها المقروط. غادي نديرو هكا حرابل طوال باش نصاوب به المقروط ديالي ان شاء الله. بعد ما نكملو كامل التمر ديالنا بهذا التشكيل هذا، غادي ننتقلو باش نصاوبو الحرشه. غادي توليو تحلوها، هنا تلقاوها ناشفه، تحلوها مزيان هكا بيديكم. غادي نلمو العجينه ديالنا تاع المقروط بالماء مخلط مع الماء زهر، وما نعجنوش، يعني غادي نبقاو غير نلمو هكا العجينه ديالنا تاع المقروط.
بحال اللي غادي نديرو الحرشه. مره غادي نزيدو الماء والماء زهر، ما تخليوهاش يعني حرشه، يعني تبقى يتفتت معكم المقروط. وما تدلكوهاش، يعني مره تزيدوا الماء والماء زهر حتى تجمع لكم العجينه ديالكم بحال الحرشه نيشان. صافي غادي نغطي عليه ونخليه يرتاح واحد شويه يتشرب. بعد ما ارتاح غادي نبدا نشكل معكم المقروط ان شاء الله. غادي نديرو هكا باكيطات طوال، غادي نديرو حفيرات هكا في الوسط بصباعيكم باش غادي نعمرو بالتمر ان شاء الله. كتحطوا التمر هكا تصاوبوه هكا بصباعكم باش يدخل شويه مزيان في الحرشه، وغادي تلموه هكا الحرشه، يعني راه الطريقه باينه. وغادي ترقوه مزيان هكا، ديروا بودان طويل هكا مزيان رقيق باش يجيكم في المقروطه ديالكم يجيكم ظريفه وصغيره ما تجيش كبيره. ومن تقطعوا هذوك الجناب منا ومنا غادي يكون فيهم شويه تاع التمر، تفرزوهم الحرشه ديروها بوحدها والتمر غادي تزيدوه مع التمر اللي يكون عندكم. كتقطعوا المقروطه ديالكم حاولوا تقادوها هكا، ما تخليوهاش يعني حرشه، ديك السميده غادي تبقى تفت لكم في الزيت. حاولوا تقدوا يعني المقروطه ديالكم مزيان من الجناب. والمرشم انا عندي هذا المرشم راه عجبني، فيه شكيلات، يعني مرشم واحد وفيه 3 ولا 4 تاع الشكيلات تاع المقروط. وانتم اي مرشم عندكم تستعملوه. انا بديت لكم المعسلات ديالنا ان شاء الله تاع رمضان بالمقروط. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي ندير معكم الشباكيه. بعد ما كملت التشكيل تاع المقروط نتاعي كامل، المهم انا الكيلو اللي وجدت معكم غادي نقليه في المقله. وكنت قبل يعني درت واحد الكيلو غادي نديرو في الفران ان شاء الله. هذا غادي نديرو في المقله، وهذا الشكل هذا غادي نديرو في الفران ان شاء الله. يعني نفس الطريقه، غير ما بغيتش نطول معكم في الفيديو صافي. نفس الطريقه يعني كنديرو في الفران. صافي بعد ما شكلت المقروط ديالي غادي نقليه في الزيت. بعد ما نديرو ندير واحد المقله هكا تسخن وندير فيها الزيت، ونبقى نقليه يعني بشويه. ما تكثروش في المقله لان غادي تبقاو تقلبوه ماشي بحال الشباكيه، يعني غادي تبقاو تقلبوه يعني هو ثقيل، تبقاو تقلبوه غير بحبه حبه. ومن جيو تقلبوا ما تقيسوش التمر، ما تقلبوش من الجهه اللي فيها التمر باش التمر ما يلصقلكمش في داك الفرشيطه ولا في المعلقه. وغادي توسخوا يعني كاع الزيت ديالكم حتى المقروط غادي يقيسوها داك التمر ويتحرق. وانا العسل عندي هنايا كنت سبقت وعسلت فيها المقروط نتاع الفران، وغادي نولي نزيد فيها يعني غير شويه تاع العسل ونعسل فيها المقروط اللي غادي نقلي. لانني انا ما كنديرش لي كوموند هكا، يعني ما خصنيش نعسل بزاف. العسل انا طيبتها يعني في الدار. كل ما تقليو المقله ديالكم تاع المقروط غادي ديروها في العسل، وما تحيدوش المقروط من العسل حتى غادي تكون المقله الاخرى غادي توجد. عاد وحيدوا باش يرطب لكم المقروط ديالكم ويجي هشيش كيجي رائع الا تبعتوا الطريقه اللي درت معكم.
لا المقروط نتاع الفران ولا المقروط العادي اللي لقيته في المقله، راه كيجيو بجوج بهم الا كيجيو هشاش. غير المقروط نتاع الفران ما كيجيش محمر بحال نتاع المقله. المقروط تاع الفران كيجي على هذا الشكل هذا، واللي قلت معكم هذا هو الشكل ديالو، وكيجيو رائعين بزوج بهم الا كيجيو هشاش. غادي نشوف معكم واحد الوحيده من هذا اللي قلت في المقله اللي صوبت معكم، راه كيجي هشيش ويجي رائع، يعني اللي كيذوقو كيعجبو. وحتى نتاع الفران راه كيجي حتى هو هشيش ومزيان، يعني اللي كيخاف من الزيت من الاحسن يديرو في الفران. وكنشكركم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.